السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة جاي لكم فيديو جديد وروتين جديد. النهاردة بقى هنرجع كل حاجة زي ما كانت. احنا المرة اللي فاتت عملنا الفيديو كنا شقلبنا كل حاجة، يعني كأنها كانت العفش بيدخل من أول وجديد. النهارده بقى يلا بينا نفرش كده ونرجع كل حاجة زي ما كانت، بس كل حاجة زي ما كانت على نظافة كده وعلى بصوا، يعني حاسة ان الدنيا نظيفة جدا، تكاد تكون متعقمة كده. يعني الشمس دخلت الدنيا نضفت. المية بقى يعني اقنعتني جدا، يعني دخول المية كده وجريان المية، مش همسك المساح، مش همسك الشرشوبة كده، لا جريان المية اقنعني جدا، فبقيت حاسة ان الدنيا نظيفة خالص. برضه هشيل، يعني مفيش فايدة. احنا كنا المرة اللي فاتت مش خالين اي حاجة، يعني كان الريسبشن بس ما فيهوش غير العفش وكده. برضو يعني هتيجي تاني يوم هتلاقي برضو يعني ولادك خالعين وكتب في كل مكان وكده برضو. ربنا يا رب يخليهم ويدينا الصحة ونعمل وراهم يا رب كده. هنرجع بقى كل حاجة زي ما هي، خدت كده، يعني ايه، جزء جزء. طبعا دخلت السجاد زي ما شفتوا في اول الفيديو من بره. كانت الشمس خلاص، يعني بصوا حمصته خلاص. فدخلته بقى، خدت ركن ركن كده، يعني كل انتريه يعني افرشه كده وخلاص، وانقل على التاني واعدل بقى الكراسي بتاعته واظبطه خالص خالص. انا بصراحه يعني طلعت فوق من لما مسحنا مع بعض، طلعت ما نزلتش تاني غير هي النزله دي. يعني قلت خلاص انا كده تعبت وكفايه. هنزل بقى المره اللي هنزل فيها هرجع كل حاجه لوضعها بقى. بصوا انا هنا برضو بشيل، يعني بشيل حاجات، حاجات اتحطت وبشيل حاجات اوديها تاني في مكانها. انتوا شايفتوا الفيديو اللي فات كانت حاجات، يعني برضو نشيل ونحط مكانه ومفيش فايدة. خلاص يعني الدنيا بقت يعني وضحت جدا. انا حاطه الشويه دول الشنط بتاعتهم، حطاهم لهم هنا هيطلعوهم بتوع المدرسه، وشنط التمرين كمان. المشايتين اللي جنب الباب دول انا حطيتهم هنا هياخدوهم برضو، اطلعهم في البانيو واغسلهم، محتاجين يتغسلوا كده مع برضو احط معاهم سجاده المطبخ، محتاجه ان انا اغسلها. سجاده المطبخ دي بغسلها باستمرار، يعني ما يعديش مثلا 10 ايام غير لما اغسلها. اتنقلت بقى هنا، خلصت الجزء اللي بره ده، اتنقلت برضو على الانتريه ده، فرشته ظبطته. حاسه ان السجاد بقى يعني بقى نفش كده. ظبطت برضو ده ورجعت الترابيزه زي ما كانت وكل حاجه زي ما كانت. يعني انا ما عملتش حاجه، ما مسكتش بقى لا مقشه ولا مسكت شرشوبه تاني ولا اي حاجه. انا بس النهارده برجع كل حاجه زي ما كانت. ممكن، يعني ممكن ناس تحب التغيير، يعني مثلا في ست مثلا لما تيجي تمسح تلاقيها مثلا غيرت مكان الكنبة دي او الكرسيين دول، غيرت مكانهم مثلا، ودتهم في مكان تاني وجابت حاجة بدلهم. انا بصراحة مش من كده خالص، يعني مش من هواة ده. هقول لكم مثلا انا لو حطيت حاجة، لو حطيت مثلا كرسيين في مكانهم هقول لكم يفضلوا مكانهم على طول. يعني ما بحبش اغير، يعني ما بحبش اغير مكان الحاجه. في ستات زي ما بقول لكم تحب تغير، يعني ليه لا، مثلا اغير مثلا الانتريه ده مكانه هنا، يعني سنة او اتنين احطه في مكان تاني واجيب حاجة تانية، كرسيين مختلفين للمكان ده. انا بصراحة يعني الحاجة اللي بتتحط يعني ما بفكرش ان انا يعني ابدلها في مكان تاني، ولا بدل كرسيين ولا اجيب كرسيين من مكان تاني واودي دول، لا خالص. يعني الحاجة اللي في مكانها بتفضل مكانها كده الى ان يشاء الله. بصوا خلاص يعني يعني فردت كل حاجة ورجعت كل حاجة زي ما كانت. حتى بصوا كراسي السفرة اللي احنا كنا سايبينها من المرة اللي فاتت لسه زي ما هي. انا قلت اخلي وكمان النهاردة الصبح نزلت مرة واحدة، فتحت الشبابيك برضو وقفلت السلك وخليت الشمس تدخل للمرة التانية. يعني بقالنا يومين كده الشمس كده حلوة وداخلة. وبدأت بقى يعني ارجع كل حاجة. انا كنت غاسلة الكفر ده معاكم من قريب، يعني كنت غاسلة كفر كراسي السفرة من قريب. بس بصراحة الكفر ده يعني لو انتي بتستعملي السفرة بتاعتك كتير او بتاكلوا عليها او كده، فلازم من الكفر ده. بصراحة ريحني كتير جدا. بشيل لما الاقيه مثلا خلاص محتاج ان هو يتغسل، اشيله وافرشه تاني.
فلو ولادك اطفال وقع حاجه مثلا على الكرسي وهو بياكل اي حاجه، متبقيش قلقانه خالص خالص. لو احنا كبار ماشي، يعني مش هنبقى انا محتاج كفر للكراسي، بس لو اطفال محتاجين بصراحه جدا جدا يعني. فحميلي بصراحة الكراسي دي، ومخليها نظيفة خالص خالص. عايزة اقول لكم البتاع يعني البوردة بقى تقيل جدا جدا، مش عارفة هو تقيل من نفسه ولا الحاجات اللي جوايا اللي متقلاه. بصراحة كنت عمالة يعني اودي كده واودي كده، مش يعني تقيل جدا جدا. رجعت بقى كل حاجة عليه زي ما كانت خالص. بقول لكم انا يعني ما عنديش ثقافة ان انا اغير الحاجة ترجع مكانها بالظبط بالظبط. كده الدنيا وضحت واتضحت. باقي اخر حاجة معانا وهي السجادة دي، وكل حاجة رجعت لمكانها ورجعت لوضعها الطبيعي، بس على نظافة بقى وعلى ريحة كده كويسة، ريحة الشمس بتاعتنا الحلوة دي. ورشيت بقى شوية معطر كده يخلوا الدنيا برضو ريحتها كويسة. جيت بقى هنا، بصوا انا كنت سايبة الحمام ده برضو من المرة اللي فاتت والله على وضعه، يعني ما دخلتش فيه لان انا بصراحة ما قدرتش. فجيت بقى قلت ايه لازم ده حمام الضيوف اللي تحت، لازم خلاص انا نظفت تحت. يبقى الحمام بقى انا مش هسيبه كده، انضف بقى، انضفه تنظيفه حلوه كده. يبقى تحت خلاص قفلناه وسكينا على الموضوع. باقي بصراحه تحت برضو المطبخ، يعني المطبخ محتاج برضو مني. انا بمسحه باستمرار، بس محتاج تظبيطه تظبيطه بقى حلوه المره دي. ان شاء الله نعمل روتين كده مع بعض في المطبخ، يبقى ناخده من اوله لاخره كده. وهقول لكم افكار سهله جدا تغسلي بيها المطبخ وانتي واقفه برضو مكانك. وبكده يكون فيديو النهارده خلص وروتين النهارده خلص. ما تنسنيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان عائلتنا تكبر ونبقى اكبر واكبر. وما تنسنيش كده بدعوه حلوه وكومنت حلو، يعني يشجعنا كده ويدينا طاقه كده وان شاء الله نستمر باذن الله ونعمل فيديوهات احلى واحلى. اشوفكم على خير، مع السلامه.